سلام عليكم. بين الأربعينات والخمسينات في مرحلة مليانة شوية تحديات بيسموها الناس أزمة منتصف العمر. يا ترى دي أزمة ولا دي كلمة إحنا اعتدنا إن إحنا نقولها؟ علشان كده النهاردة معايا دكتور باهر سامح، طبيب نفسي ومتخصص في الصحة النفسية. هندردش كده في الأزمة دي ونشوف إيه أسبابها وإزاي إن إحنا نعرف نتعامل معاها. إزيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ ازيك يا نسمة عاملة ايه؟ مبسوطة جدا إنك معايا. وانا اكتر. دكتور، إيه أزمة منتصف العمر دي؟ أزمة منتصف العمر هي حاجة بتمر بالرجال والسيدات، على عكس الشائع ان هي في الرجال اكتر، أوكي. من سن 40 ل50 او معانا كمان ل60 بتكون بدايتها. ممكن تستمر مدة ما بين سنتين، واحيانا بتوصل مع ناس لمدد كبيرة زي 7 8 سنين. يا خبر أبيض! يعني على حسب بقى الظروف والحاجات اللي هنتكلم عنها في ازاي نتعامل مع الموضوع. أوكي. هي بتبقى عبارة عن intense mood كده، يعني إمم. بيبدأ الشخص يخش في اضطراب، عصبية، لخبطة في النوم، لخبطة في أفكاره عن نفسه إمم. وعن الحياة وعن العلاقات وعن شغله وعن إنجازاته. بس الفكرة إنه ده بيبقى intense، يعني إمم. بطريقة شديدة شوية، وأحيانا بتلخبط كيانه، بتلخبط طبيعة حياته. كيانه بس والّا المحيطين بيه ما كمان؟ احنا قلنا طبيعة حياته، يعني المحيطين والشغل والأسرة وحاجات كتير قوي. تمام. طيب يعني أنا كنت أسمع إنها ممكن توصل لسن التلاتينات، هل ده حقيقي؟ طبعًا إحنا لمّا بنقول 40 لحاجة و50 ده المتوسط، لكن أوكي. طبعًا في أقل منّه، في ناس بتبدأ من التلاتينات، وفي ناس كمان بتبدأ متأخّر في الستينات، لكن إحنا بنتكلّم في الaverage age مش في السِن يعني في المطلق. طب الأزمة دي مرتبطة أكتر بقى بالستات والّا بالرجالة؟ عشان مجتمعنا زانقها في حتة الرجالة. بُصّي، إحنا عندنا بعض الأفكار الخاطئة عن الأزمة، أوكي. زي إنها منتشرة في الرجال أكثر من السيدات، ودي مش حقيقة. أوكي. وزي طبايع معيّنة عنها في الرجال وطبايع معيّنة عنها في السيدات. هو في اختلاف طبعًا، إنما مش دايمًا محصورة في الأمثلة اللي إحنا عارفينها يعني. أوكي. طيب هل أزمة منتصف العمر هي دي بالضبط اللي بيقولوا عليها المراهقة المتأخرة؟ بالضبط، هي دي. يعني هي المراهقة المتأخرة هي أزمة منتصف العمر. بالضبط. هو إحنا عندنا في مراحل التكوين النفسي أزمتين كبار، أوكي. أزمة الهوية ودي بتكون في مرحلة المراهقة، وأزمة منتصف العمر اللي إحنا بنتكلم عليها النهاردة، اللي هي ممكن نسميها مراهقة متأخرة حتى لو اللفظ مش دقيق أوي، بس هي شبيهة بيها. طب إيه الحاجة اللي بتtrigger الأزمة دي؟ بُصّي، أهم حاجة بتريجر الأزمة دي بنسميها أو سماها عالم النفس إريك إريكسون إمم. الstagnation، اللي هو الحياة الراكدة اللي أوكي. عاملة زي مية البحيرات، مش إمم. بتتحرك، إمم. مش بتتجدد، ما فيهاش تغيير، ما فيهاش تطوير، ما فيهاش إنجاز، ما فيهاش خروج من حتت معينة لحتت تاني، ما فيهاش ديناميكية وحياة متجددة. دي أكتر حاجة بتخلّينا نخش المساحة دي. يعني لو أنا حياتي متجددة، أنا أقل عُرضة بين إني أخُش في الأزمة دي. طبعًا. وكمان لو حياتي فيها جوانب كتير، أوكي. لإن واحدة من أسباب الركود هي إن حياتي تكون مركّزة في مكان واحد. إمم. أنا باركّز على الشغل بس، أنا باركّز على الأسرة بس، أنا باركّز على الأولاد بس. كل دي حاجات بتخلّينا أكثر عُرضة، وكل ما يكون في جوانب متعددة، إمم. كل ما كانت الفكرة أقل. طب أنا إزاي أفرّق ما بين إن أنا شخص حاسس بملل، عندي اكتئاب، وإن أنا شخص بامُر بأزمة منتصف العمر؟ ده سؤال حلو جدًا. إمم. الملل أولًا هو حاجة بنمُر بيها طول مراحل حياتنا، مش في أوكي. مرحلة معيّنة. إمم. ثانيًا هو على مستوى الإحساس مش هيبقى زايد أوي في شدته زي أزمة منتصف العمر أو الاكتئاب، إمم. لإنه just إحساس زي إمم. أي إحساس بنمُر بيه، بتبقى شدته ضعيفة لمتوسطة ومدته معقولة وبيعدّي، زي لحظات أثناء اليوم أو أكثرها عدد من الأيام، وما بيبقاش شاغل وقتنا وحياتنا كلّها في الوقت ده. إمم. أزمة منتصف العمر زي ما قُلنا هي ليها سِن معيّن، وهنعرف ليه السِن ده بالذات، فطبعًا السِن ده بيحددها. تاني حاجة قُلنا إن هي بتبقى شديدة وبتأثّر على جوانب حياتنا، مش مجرد شعور عابر في حياتنا. أمّا الاكتئاب بتبقى مُدته بقى أعلى بكتير، ومعاه أعراض شديدة قد توصل للتفكير في إيذاء النفس أو الانتحار، ودي حاجة طبعًا أشد بكتير من أزمة منتصف العمر.
طب أنا كشخص عادي إزاي أقدر أميّز، وإزاي المحيطين بيّا يبتدوا إن هم يساعدوني إذا كنت أنا شخص عندي اكتئاب فألجأ لمساعدة طبية، أو أنا عندي أزمة منتصف العمر، فإزاي أعرف إزاي أعرف يعني أتعامل مع ده وأعرفه أنا كشخص، يبقى إزاي عندي الوعي بالحالة بتاعتي؟ احنا بوجه عام بنقول لما اشعر اي مشاعر متعبة او مؤلمة إمم، يستحسن ألجأ للناس اللي حواليا أولا. لو إمم، عرفوا يساعدوني إذن الموضوع ده موصلش لدرجة مرضية، إمم، وبالتالي أنا كده اكتسته، غالبا هو هيكون في مرحلة الملل العادي. لو حاولوا بس الموضوع بيفك ويرجع يفك ويرجع، هنا هكون بحتاج أسأل متخصص إمم. وهو يقدر بقى يحدد أنا في أنهي مرحلة بالظبط. طيب أنا بقى في سؤال هاسأله لك، وده أكيد ده شاغل 3/4 ستات مصر. ماشي. دلوقتي أغلب الرجالة في سِن معيّن كده بيبتدوا إن هم يعني يتعدّدوا في العلاقات، يعني أكيد فاهمني، بيتشقوا شوية. أكيد. طيب هل ده بقى بيبقى خيانة والّا دي أزمة منتصف العمر؟ خيانة ضمن أزمة منتصف العمر. يعني الخيانة ما لهاش مُبرر، الخيانة كده كده ملهاش ما مبرر، لهاش مُبرر. لكن في factors، إمم، عوامل بتخلّي ده فرصة حدوثه أكتر أو ده فرصة حدوثه أقل. أوكي. وإحنا مش هدفنا لمّا نتكلّم عن أي حاجة إن إحنا ندين حد أو نقول يعني نوصمه بحاجة، إمم، لكن هدفنا إن إحنا نوصل للأسباب عشان نعرف نتجنّبها إزاي وما نوصلش للمشكلة الكبيرة. لأ اشرح لي أكتر. أشرح لِك أكتر. إمم، إحنا قُلنا في أزمة منتصف العمر إمم، بيكون الشخص عنده اضطراب في صورته عن نفسه، وصورته عن علاقاته، وصورته عن إنجازاته، وده في الأغلب بيكون بشكل سلبي. يعني هو إمم، بيبدأ يحس إن حياته ضاعت، هو ما أنجزش كل اللي عايز ينجزه. لو جاب مثلًا المفكرة اللي كان بيكتب فيها في عشريناته مثلًا الأفكار اللي كانت بتهمه أو الأحلام اللي عنده، بيلاقي إن نُصّها ما اتحققش، إمم، فيبدأ يقول هو أنا ضيّعت حياتي؟ المشكلة بقى لمّا ده ما نتعاملش معاه بطريقة إيجابية محترفة طبية أو على الأقل داعمة، إمم، بيبدأ الموضوع يزداد عنّه، يبدأ يصدّق الفكرة الخاطئة دي، وهو إن حياته راحت هباءً، إمم، فيبدأ يحاول يغيّر كل حاجة في حياته. إمم، فواحدة من الحاجات اللي هيحاول يغيّرها إمم، هي أسرته أو إمم، زوجته، لإن هو معتقد إن هو لو راح لواحدة جديدة أصغر شوية لسه في كامل طاقتها وأنوثتها، ده ممكن يعيد إحياء حياته. دي فكرة مغلوطة عنده، إمم. لكن إحنا محتاجين نعرف ننبه الرجال ليها من قبل كده عشان يفهموا إنها فكرة مغلوطة، أو لو دخلوا فيها وده وارد يبدأوا يلجأوا لحد حكيم أو طبيب متخصص يبدأ يفهمهم هم محتاجين يفكروا في إيه، وإيه فعلا اللي محتاج يتغير، وإيه الغلط والإكستريم واللي ممكن يضيع حياتهم أكتر بدل ما يصلحها زي ما هم متخيلين. طب إيه بقى المميز في سِن ال40 أو 50 أو 35 علشان أبتدي أسأل أسئلة زي اللي هو أنا عمري راح هدر؟ يعني الأسئلة دي ليه بنسألها في السِن ده بس؟ لأنه السن ده هو المرحلة اللي ما بين الشباب وما بين السن الأكبر. إمم، هو بيتسمى بالضبط سِن الكهولة. كهولة مش معناها عجز أو عجز، أوكي، عشان دي برضه مفهوم خاطئ عن الكلمة. أوكي، هي المرحلة اللي إمم، بين الشباب وما بين العجز. أوكي، وهنا الإنسان بيبدأ يحس إنه أنا داخل على العجز، فبيبدأ يحاسب نفسه، طب أنا شبابي راح فين؟ طب إمم، أنا عملت فيه إيه؟ طب اللي عملته كفاية والّا لأ؟ طب اللي عملته ده شبه أحلامي واللي كان نفسي فيه والّا لأ؟ وكلنا تقريبًا هنوصل لنتيجة واحدة إنه ما جبناش 100% من أحلامنا أو طموحاتنا. إمم، حتى على فكرة اللي حققوا مكاسب كبيرة في حياتهم بيمر منهم ناس بنفس الأزمة، لأنه الطموح والحلم عند الإنسان ما بيقفش، إمم، ودي نعمة من ربنا عشان يفضل منتج وما يقفش وحياته تقف. إمم. لكن هو لو ما فهمش ده وفضل حاسس إنه ده نقص منه مش طبيعة الحياة، هنا هتظهر أزمة كبيرة. طب دلوقتي بقى يعني هنا الفكرة كلّها ليها علاقة بإن أنا عندي طموح وعايز أحققه. دلوقتي على كلامك كده إحنا في عندنا ناس أول ما بتوصل لسن ال30، أنا مش باتكلم في أيوه، 40 ولا 50، أيوه، بيبتدوا يسألوا نفس الأسئلة دي، صح. فهل ده معناه إن الناس دي مُقبلة على أزمة منتصف العمر؟
ممكن نقول كده، أوكي. وده بدافع السن وبدافع كمان التغير المجتمعي للأجيال اللي حصل. أوكي. يعني احنا لو جينا لأجيالنا الحديثة اللي احنا فيها هنلاقي فيها تطور تكنولوجي عالي إمم. وقدرة على الوصول للشهرة والنجاح أسهل وأسرع وبطرق مختلفة. فده بيخلي الطموح يعلى وبيخلي الأحلام تكبر في سن أصغر، وبالتالي ممكن يقلل فعلا من سن الأزمة دي، ويبدأ ناس في الثلاثينات يحسوا طب ما أنا في شباب تين ايجرز أو في أوائل العشرينات بيحققوا نجاحات أنا كان نفسي فيها ما حققتهاش، ويبدأوا يخشوا في المنطقة دي. احذروا يا شباب، يعني أنت ممكن توصل لسن ال30 ويبقى عندك أزمة منتصف العمر. طيب يعني هل ممكن نعمل relation بين أزمة منتصف العمر والطموح؟ يعني الشخص قليل الطموح أو اللي طموحه قليل هو أقل عرضة من تعرضه للأزمة دي. ما نقدرش نقول كده، لأنه قلة الطموح في حد ذاتها عيب. احنا أوكي. مش بندعو الناس ان هم يكونوا قليل الطموح، أوكي. لكن نقدر نقول ازاي نضبط طموحاتنا إمم. وازاي نحط طموحاتنا في طريقة عملية منطقية مناسبة لإمكانياتنا وظروفنا وحياتنا، نتحرك منها ناحية تحقيق أغلب الطموحات دي. أوكي. احنا مشكلتنا بتكون يا إلا أنا ما عنديش طموح خالص، يا إلا عندي طموح أكبر من قدراتي وإمكانياتي والمجتمع اللي أنا فيه، إمم. وده اللي بيعمل المشكلة. لكن الطموح المعقول اللي بنسميه سمارت هو اللي نقدر نحقق جزء كبير منه ونكون راضيين عن نفسنا. كمان فكرة الرضا والاعتراف بعدم الكمالية والاعتراف بمحدوديتنا. يعني أنا دلوقتي محدش بيخش يجيب 100% في الامتحان، لأ ما فيش. بس احنا مشكلتنا ان احنا اتربينا على كده ده حقيقة، شوية. ده حقيقة بس الطبيعي في اي حتة في العالم في اي وظيفة او مهمة في الكون محدش بيجيب 100%. إمم. فلازم نكسر جوه دماغنا موضوع الكمالية 100%، وان انا عايز احقق كل احلامي. أوكي. طيب ده بقى هيجيبني لسؤال تاني، حضرتك كنت بتتكلم معايا دلوقتي في عامل السن. هل ممكن الناس اللي تكون بتتعرض للأزمة دي بتكون خايفة من الشيخوخة أو إنها تفقد مثلًا جاذبيتها أو إنها تحس إنها مرغوبة؟ هل ده طبعا بيكون المحرك الأساسي؟ طبعا. مش أوكي. كده واحدة من أهم عوامل الدعم في المرحلة دي من العمر هي استخدام كل الوسائل اللي تأكد للناس اللي معانا إن قيمتهم هي جاذبيتهم هي، حتى لو اختلفت طبيعتها. إمم. ففي مراحل بتكون الجاذبية في الشكل أكتر، لكن في مراحل بتكون الجاذبية في القيمة أو الدور اللي بيتقدم إمم. أو الوعي أو النضج اللي موجود أو حتى العشرة اللي اتكونت. لازم نأكد إن كل دي أنواع من الجاذبية، ولازم نفضل طول الوقت نشجع وندعم حبايبنا وقرايبنا وأزواجنا وزوجاتنا. هو أصلًا دلوقتي الsugar daddy بقى يعني الsugar daddy بقى دلوقتي خلاص رمز يعني. ما دي مشكلة. طيب هي خلاص. مشكلة في الدادي، يعني البنات ماشي، لكن الراجل اللي يقبل كده عنده مشكلة في طريقة تفكيره. يعني هو دلوقتي الsugar daddy ما هو more attractive than العيل التوتو زي ما ليه؟ بيقولوا يعني. ليه؟ يعني more attractive. طيب ليه برضه يعني ناس ممكن توصل لمرحلة أزمة منتصف العمر؟ يعني دلوقتي لو فرضنا إن أسرة فيها أب أو فيها زوج عنده أزمة منتصف العمر، الزوجة اللي واعية تتصرف إزاي؟ الزوجة الواعية تبدأ تدعم نقط قوته. إمم. أهم حاجة يكون عندها فهم للأزمة. هي لو اصطدمت هي بتخسر أكتر، صح. لكن هي لو فهمت طبيعة الأزمة هتبدأ تتحرك ناحية زوجها بالطريقة اللي تنقذ العيلة كلها مش بس الراجل. أوكي. وساعتها هي ممكن تبدأ تنصحه بهدوء إنه ممكن يكون محتاج يجرب حاجة جديدة في شغله، إمم. ممكن يكونوا محتاجين يغيروا ديكور بيتهم، ممكن يكون محتاج يغير نوع عربيته، مش لازم بعربية أفخم، إمم. يمكن في نفس الليفل أو البادجت. إمم. بس احنا زي ما قلنا المشكلة نابعة من الاستجنيشن أو إمم. الركود. فالحركة والتغيير اللي بيحسسني ان انا لسه حي، ممكن تقول له تعالى نطلع اجازة، فهو لما يطلع ويحس انه لا لسه عنده طاقة الشباب والحيوية يبدأ يسترد ثقته بنفسه. إمم. فهي ممكن بحاجات بسيطة وصغيرة مش لازم كبيرة زي ما بنفخمها ونضخمها تبدأ تحرك الركود بتاع المية اللي في حياة الراجل ده. إمم. هو بس بيبقى عايز يستعيد ثقته بنفسه.
ثقته في نفسه ولا ان هو يحس ان هو مرغوب فيه؟ الاتنين الاتنين بيأثروا على بعض. الاتنين بيأثروا على بعض. طيب انا هنا هسأل حضرتك سؤال تاني، هل المجتمع بتاعنا بيفرق ما بين أزمة منتصف العمر عند الراجل والست؟ للأسف المجتمع بيتقبل فكرة الأزمة دي عند الراجل أكتر من الست، طبعا. ليه بقى؟ ده لو عايزين نحلله صح هنرجع لمنظورات كتيرة في مجتمعنا عن الراجل في حد ذاته وعن الست في حد ذاتها، مم. والمنظورات دي بتأثر على الاتنين. مم. يعني المجتمع إن قلنا إن هو يميل للذكورية، فالمجتمع الذكوري هو مش ضار فقط للمرأة، هو ضار للرجل في حد ذاته. مم. لأنه المجتمع الذكوري بيعلم الراجل مثلا إنه مش من حقه يعبر عن مشاعره، أو بالذات الشكل الضعيف للمشاعر، لأنه في المطلق مفيش مشاعر سيئة أو ضعيفة. أشكال الراجل لما بيكبت ده كتير ويجي في مرحلة زي دي محتاج يعبر، لو أسيء استقبال التعبيرات دي على إنها ضعف، ده بيعظم الأزمة وبيخليه يلجأ لحلول الغلط اللي قلنا عليها. مم. نفس الوضع لما نيجي للمرأة، المجتمع كتير بيحط المرأة في قالب إنه هي نجاحها في بيتها، مم. نجاحها إن هي تتجوز ويبقى عندها ولاد، وصورة الولاد دي في المجتمع عاملة إزاي، مع إن ده واحد من نجاحات المرأة مش النجاح الوحيد. وأزمة منتصف العمر عند المرأة بتكون أساسها إن هي حست إن هي محققتش حاجة لنفسها. هي ممكن تكون نجحت أسرة، مم. لكن نفسها لوحدها عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. نجاحها في شغلها، نجاحها في هواياتها، نجاحها في فسحها، في خروجها، في علاقاتها الاجتماعية مع صديقاتها. فكل ده لو غيرناه من وهم صغيرين، لو غيرناه في عقلية المجتمع الكامل، هنقدر نوصل لراجل أكثر نضجا وامرأة أكثر نضجا، وده يقلل نسبة الأزمة في المجتمع بشكل عام. برضو كلام حضرتك هنا خلاني أفكر في حاجة، هي أصلا أصل الأزمة في الركود. الراجل في مجتمعنا in general هو المفروض مخلوق علشان يتحرك، وإن هو دايما على طول يطور ويتغير، لكن الست يعني بتبقى بيتوتية أكتر. عشان كده المجتمع ما بيتقبلش أبدا أزمة منتصف العمر لما تكون عند السيدات. وكمان إحنا بنجلوريفاي قوي فكرة الأم المضحية، الزوجة المضحية اللي بتعدي نزوات جوزها. فعشان كده ما بنتقبلش خالص فكرة إن ست ممكن تكون بتمر بأزمة منتصف العمر. طيب إيه بقى الحاجات اللي لو ظهرت على ست تعرف إن هي بتمر بأزمة منتصف العمر وإنها محتاجة دعم نفسي؟ لو بدأت تحس إن هي مش طايقة أسرتها، جوزها وولادها، لأنه زي ما قلنا هي مشكلة أزمة منتصف العمر عند الستات بتكون أكتر في الدور اللي أنفقوا فيه حياتهم. مم. لو هي حست إنها مش طايقاهم، مم. في الأغلب ده معناه إن هي ادت حياتها كلها هنا ونسيت نفسها، أو عشان كده بدأت تفتكر ده، ولما بدأت تفتكر نفسها مم. بدأت تتصدم بقى في كل اللي مر من حياتها. هل بس إن هي تكون حاسة إنها مش طايقة أسرتها، ولا يبتدي مثلا يبان عليها أعراض زي مثلا إنها تهتم بشكلها أكتر، يبقى عندها هوس مرضي بحقن البوتوكس وحقن الفيلر وعملية التجميل وكده؟ ما هو ده كله تابع لان انا مش قابل وضعي، اه. انا مش قابل دوري، بقيت مش قابل نفسي، بقيت مش قابل شكلي، بقيت مش قابل علاقاتي، بقيت عايز اغير شكلي، بقيت عايز ادور على علاقات جديدة. والأزمة بتبان مش لما أهتم بشكلي أو بعلاقاتي، لأنه المفروض إن دي حاجة أنا مهتمية بيها طول الوقت، اوكي. لكن بتبان لما أبدأ أعمل ده بطريقة مرضية زي ما أنتي قلتي، ما بحسبش فيها حساباتي، ما بحطش فيها الحدود اللي تحميني، لكن ببدأ أسيب نفسي لأي صيحة ولأي حد معدي جست عشان أحس إن ليا وجود. اوكي. طيب هنا بقى أنا هسأل حضرتك سؤال، هل ممكن في الأسرة الواحدة الزوج والزوجة هما الاتنين في نفس التوقيت يمروا بأزمة منتصف العمر؟ طبعا، بل وفي الأغلب الناس اللي هتمر بأزمة منتصف العمر هيكونوا جوه أسرة واحدة. يعني الاتنين في نفس الوقت؟ وارد جدا. ده البيت كده صباح الفل. صباح الفل. والعيال وقتها بيبقوا في مرحلة المراهقة في الأغلب، فبيبقى بالظبط. البيت كله أزمات في أزمات صح. وشعلة نار، وده اللي بنشوفه كتير في مجتمعنا. طب يعني لو فعلا بيت حصل فيه كده، وزي ما حضرتك بتقول كمان الأطفال أو الأولاد بيبقوا في الوقت ده في مرحلة المراهقة، فدي كده بتبقى كتلة أزمات. إيه بقى اللي المفروض نعمله لما يكون في حاجة كده أو سيناريو كده؟ أول حاجة لو فعلا كل الأفراد الدنيا ولع عندهم اه. كده، المفروض نلجأ لحد متخصص،
لانه احيانا احنا بنكابر في الفكرة دي إمم. ونقول هنحل كل مشاكلنا بنفسنا، ودي مشاكل عادية ونقدر نتداركها. الحقيقة هي وارد تكون مشاكل عادية ونقدر نتداركها، إمم. لكن لو مش كلنا في المشكلة، إمم. لو بعد الشر أسرة كاملة بعربية عملت حادثة، لازم نجيب حد من بره يكون ممرض للأسرة كاملة لأن كلهم تعبانين. إمم. لكن لو فرد واحد ممكن الباقيين يكونوا هم الممرضين أو الداعمين ليه. إمم. فلو حسينا ان الموضوع بدأ ينهار مننا كلنا، مش عيب نلجأ لحد هو مش احسن مننا ولا افضل مننا، لكن هو حد عنده علم، عنده دراسة، عنده في المرحلة دي من حياته وشغله اتزان يقدر يساعدنا نوصل لبر امان. يعني إحنا في المرحلة دي بنحتاج دعم من متخصص يكون طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، طبعا مش صاحب، مش ماما، مش بابا، مش لو الناس دي. صاحب او بابا او ماما حكيم آه. رزين، عنده علم، لان في ناس مثقفة وقارية وعندها معلومات ممكن. إمم. لكن لو صاحب رزين هياخدني ونروح للمتخصص والمتخصص يعلمه آه. ويعلمني ازاي نجتاز